هاي يا مامي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنتعرف مع بعض على حاجات مختلفة. لكل اللي محتاج يتعرف او يعرف الرأي في بالة جيمس شارلز بتاعت مورفي او بالة تكنيك. النهاردة معانا حاجات مختلفة هنتعرف عليها مع بعض، وهنشوف يعني رأيي فيها كشخصيا. اول حاجه معايا الباليت بتاعه مورفي بتاعه جيمس شارلز زي ما احنا شايفين اهي. ده بيكون شكلها. الباليت دي تحفه تحفه تحفه، هي سعرها يتراوح من 1100 ل 1200. مش عارفه بقى علشان سعر الدولار ارتفع الفتره دي، فمش عارفه حقيقي هيبقى سعرها ايه دلوقتي. بس الباليت دي حرفيا خرافه. سنفتحها لكم. بصوا، فيها كل الالوان، فيها الموفات، وفيها الازرق، فيها الاخضر، فيها الزيتي، فيها البنيات، وفيها كمان البينكات. فيها الوان تحفه. البيجمنت بتاعتها روعه روعه روعه. بنصح اي بنوته لسه بتبتدي في شغل الميك اب ارتست انها تجيبها، هتوفر معاها كتير، وكمان الوانها كتيره. ممكن تخلط بقى يعني البنيات عندها هي البني المقرنج اللي احنا دايما بنستعمله، ده موجود. وفي الشمري كمان، في كام درجة شمري هم. في كمان درجات شمري فيها كتير، جميلة جدا. بصوا البيجمنت بتاعها تحفة. بصوا، مش عارفة، ممكن تكون الإضاءة مش حلوة قوي، بس هي باليت خرافة. يعني باليت حلوة جدا، هتغنيكي عن باليتات كتير في بداية مشوارك، ان انت تكوني لسه مبتدئة بيها. الباليت دي تحفة تحفة تحفة. خدوها سكرين، اسمها باليت مورفي جيمس شارلز. باليت تحفة جدا، والبيجمنت بتاعها روعة. نيجي لتاني باليت بتاع التكنيك. باليت التكنيك دي بقى يعني هي بتكون بقى كل الالوان النودات. ثانية افتحها لكم. هي الوانها كلها نود، كشمير، في بينكات، في بقى حاجات فيها شمر. بصوا البيجمنت بتاعها، البيجمنت بتاعها فظيع قوي جدا. بصوا جميلة جدا جدا. ممكن بقى دي تستخدميها للسواريهات، يعني عندك عروسة سواريه او حاجة تستخدميها. دي ممكن نقول يعني ان هي بديل هدى بيوتي اللي هي النود. يعني طبعا انت في بداية مشوارك مش هتروحي تجيبي باليت هدى بيوتي دلوقتي عاملة 1500، فدي تقريبا كانت ب 400 جنيه او حاجه زي كده، فهتنفعك. والبيجمنت بتاعتها مش وحشه خالص، بالعكس حلوه جدا، هتنفعك للسواريه. وفيها كمان درجات جليتر زي ما احنا شايفين كده، او شمري لل يعني للسواريهات والعرايس كمان تنفع برضو، ما تقولش لا. دي تاني باليت معايا. دول البلتتين اللي يبقوا معاكي كمبتدئه، يعني انت دلوقتي مبتدئه لازم يكون معاكي بلتتين. طب ما انا ممكن اجيب الجيمس شارلز بس. لا، ما هو الجيمس شارلز ما فيهاش الدرجات دي، ما فيهاش الدرجات دي. بصوا جيمس شارلز بتبقى فيها الدرجات بنيات، زيتي، درجاتها مختلفة تماما عن التكنيك. تمام، يبقى دول اول بلتتين لازم يكونوا معايا. تمام. طيب بالنسبه بقى لللوز باودر، محدش يقول لي ايريس بون. ايريس بون دي سيئه جدا سيئه جدا، وحشه وتقيله، ومش يعني بصراحه مش بحبها. كيرولين كويسه اهي. في طبعا اناستازيا، وفي هدى بيوتي، وفي يعني حاجات كتير، في لورا مارسي، وفي حاجات كتير قوي، بس اسعارها بتبقى غاليه. فالكيرولين كويسه، هي في حدود ال 600 جنيه تقريبا، كويسه وهتقعد معاكي فتره. بصوا هي مليانه، يعني هتقعد معاكي فتره، هي كبيره وده بيبقى شكلها من جوه. طب ايه الدرجات اللي انا هستخدمها؟ الدرجات اللي انا هستخدمها للبيض، يعني لو جات لي مثلا عروسه لونها فاتح قوي، فهستخدم لها التي ال 3. تي ال 3 كيلولين، تي ال 3 حلوه جدا للبيض. طيب للي هم بقى النص نص يعني الخمريين شويه، هستخدم لها اللي انا ماسكاها دي تي ال 11 اهي. بصوا خدوها سكرين اهو، تي ال 11 اهي مكتوبه هنا اهي، تي ال 11. ده بيبقى لونها، بصوا هي وقعت حتى على ايدي، بيبقى لونها يعني بيج شويه. تمام. طب لو انا جالي بنوته سمرة غامقه بقى خالص،
هستخدم لها كيلولين برضو، بس التي ال4 اهي، بصوا اهي تي ال4 دي بتبقى على اصفر. بصوا يا رب تكون واضحه عندكم في التصوير. البودر بتاعها بيبقى على اصفر طبعا، عشان الناس السمر دول هنتكلم عليه بعدين. الناس السمر بنستخدم لهم فاونديشنات مايله على اصفر، مش هينفع اروح استخدم لهم على بيج ان هم السمر قوي. وكمان اللوز باودر لازم استخدمها على اصفر. تمام، ده بالنسبه لازم يكون معايا درجتين او 3 درجات من اللوز باودر على الاقل. دي سعرها تقريبا يتراوح من 600 ل 650، بس كميتها كبيره هتقعد معاكي فتره. تمام. طيب بالنسبه بقى للكومباكت باودر، الكومباكت باودر بقى يا بنات طبعا ماك وفوريفر ميك اب فوريفر، الاتنين دول لا يعلى عليهم، بيدوا فينش كأنك حاطه فلتر، بيدوا فينش تحفه. البشره بتبقى حلوه قوي، متفلتره بمعنى اصح، بتبقى البشره جميله جدا وطالعه صافيه. طيب الماك الكومباكت بتاعتها بتعمل 800 جنيه، فانت ممكن تستكفي بدرجه واحده بس محايده. يعني دي درجه سي 25 اهي، NC 25 هي درجة محايدة بس فاتحة شوية. بصوا فاتحة، وبيبقى جاي معاها من هنا الناحية التانية هنا المفروض بيبقى فيه سبونشة بس انا شلتها. حلوة جدا دي فاتحة، والنوت كويسة مش وحشة. بس لو هتجيبوا كومباكت نوت خليكوا في الدرجات الغامقة لانها بتغير. يعني لو هتجيبوا نوت هاتوا من اول درجة 04 05 06 07، ما تجيبوش الفاتح. يعني دي تقريبا 04. بصوا لونها من جوه اهي، وبيجي برضو معاها سبونجة اهي. نوت يا بنات خليكوا في الغامق منها لان الفاتح منها بيغير، خليكوا من اول 04. طيب بالنسبه بقى للدرجات الكومباكتد، انا ينفع يكون معايا كام درجه؟ طبعا انا مش هروح اعمل ميك اب سواريه واحط لها ماك، مستحيل. يعني الميك اب السواريه هيبقى بكام؟ الماك لوحدها ب 800، فالميك اب السواريه انا هعمله بكام؟ فانا خليني للسواريهات نوت. ممكن بقى اجيب 3 درجات منها، ممكن اجيب الزيرو 4 والزيرو مثلا 6، يبقى معايا واحده فاتحه وواحده غامقه. والماك لو انا قادره اني انا اجيب منها درجتين يبقى هجيب الان سي 25 والان سي 35، واحده غامقه وواحده فاتحه. طب لو انا مش قادره اجيب درجتين، خلاص يبقى خليني في الان سي 25 اللي انا فيها دي، بس هي تبقى فاتحه شويه. ممكن بقى ابقى غامقه انا الفاونديشن بطريقتي. بس المهم اللي انا اخرج العروسه في الاخر الفينش بتاعها نظيف وفينش محترم، وشها صافي متفلتر كويس. تمام، دول بالنسبه للكومباكت باودر. واللوز باودر كده خلصناه. طيب بالنسبه بقى للبرونزر، في انواع برونزر كتير قوي. عندنا انستازيا تحفه طبعا، في برونزر كتير. انا بحب الباتر برونزر اللي هي دي شكلها، انا جايبه منها درجتين، الفاتحه والغامقه شويه. دي تقريبا الفاتحه، في اغمق منها شويه، وبيجي برضو معاها هنا نفس الكلام. الفرشه بتاعتها دي تبقى ده شكلها عشان تمشي على خط الكونتور. حلوه جدا جدا يا بنات، فظيعه، وريحتها اصلا تحفه، جميله جدا 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 كبرونزر. ممكن امشي عليه على خط الكونتور، ممكن في ناس مش لازم اعمل لها كونتور وده اللي هنتكلم عليه بعدين. مش لازم اعمل لها كونتور، مش اي حد لازم اعمل له كونتور، مش شرط. فممكن استكفي بس بالبرونزر اللي انا امشي عليه على عظمه الخد، امشي بيه على عظمه الانف، الدقن. حلو جدا وبيدي فينيش حلو. ممكن يبقى معايا منه درجتين او درجه متوسطه في شنطتي، لازم البرونزر. تمام، كل الحاجات اللي انا بقولها دي للبنات اللي لسه مبتدئه. تمام. طيب بالنسبه للفيكسات، طبعا كيرولين رقم واحد، يعني كيرولين هو رقم واحد في الثبات وفي الفينش وفي كل حاجه. بس انا لسه مبتدئه برضو زي ما قلت لكم، مش هروح اجيب فيكس ب 1100 جنيه. انا سمعت اللي هو اللي نزل منه مقاسات تانية، بس مش عارفه الصراحه، ما جربتش المقاس بتاعه. بس خلينا متفقين. تمام، احنا في اول الميك اب بعد ما بنثبت البشره بالبودر، بعد ما بنخلص الكريمي كله وبنثبت بقى بالبودر، نرش رشتين كده بالقفره
ميك اب فيكسر تحفه جدا، بيهدي البشره. يعني تخيلوا كده معايا لو انتوا مثلا حاطين تراب او رمله في مكان وعايزين تهدوا الدخان او العفره اللي بتطلع من الرمله لما بتترمي او التراب لما بترمي، بتعملوا ايه؟ بتدلقوا ميه. هو فكره القفره كده، اللي هو بيهدي يعني الحاجات الزياده اللي بتبقى ناتجه عن اللوز باودر بقى على الكومباكت باودر، فبيهدي لي الدنيا خالص. حلو. وحجمه كبير، هو 240 ملي. مش فاكره بصراحه كان سعره 500 او 400 تقريبا، بس كبيره هتقعد معاكي فتره. بس ده مش مثبت ميك اب، ده مش مثبت ميك اب، ده بيهدي البشره، ما يخليهاش اوفر، يعني ما يخليش اللي يقرب مني يبقى فيه كده كاني حاطه بودر كتير قوي على وشي، فاهمين؟ فهو بيهدي البشره. طيب ايه بقى اللي هيثبت لي الميك اب؟ اللي هيثبت لي الميك اب محمود سعيد. حلو، سعره كويس، بس نرشه من بعيد، نرشه من بعيد. اي حاجه تبقى سبراي، يعني ايه سبراي؟ يعني كده سبراي مضغوط كده، مضغوط كده سبراي. طبعا انتوا عارفين كلكم يعني ايه سبراي، اللي هو بيبقى مضغوط ده. اي حاجه تبقى سبراي لازم تترش من بعيد. يعني سي مثلا دي العروسه، دي العروسه مثلا يعني انا مش هروح ارش لها كده. انا لو رشيت لها كده في وشها الميك اب اديني مثلا دقيقه هيقع. لازم ارش على الاقل من بعيد كده، اي حاجه مضغوطه زي كده. محمود سعيد كويس، هو مش قوي قوي بس كويس لواحده مبتدئه لسه في اول المشوار، كويس مع الأفرة. الاتنين دول كويسين. ولما يبقى ربنا يكرمك ممكن تجيبي بقى ايربن ديكي، ممكن تجيبي بقى ميك اب فوريفر، ماك كيلولان زي ما انا قلت لكم، ديرما كولر للبشره الدهنيه اللي هو الووتر بروف. لكن دول خليهم معاكي في الاول. تعالوا بقى نتعرف. خلاص بقى احنا كده خلصنا دول. انا مش هقول لكم كل الحاجات في فيديو واحد، هبقى اقسمه لكم على فيديوهين. تعالوا بقى نشوف ايه الفرش اللي المفروض تبقى معايا. الفرش اللي المفروض تبقى معايا يعني هو في انواع كتير جدا، في انواع كتير جدا فرش. في بتوع براشيا تحفه طبعا لا يعلى عليهم، وفي ريال تكنيكس، وفي زويفا. ففي انواع فرش كتير جدا. بس كأنت واحده لسه مبتدئه ممكن تستكفي بجيسب اللي هي ال25 فرشه. دول هتبقى كويس قوي معاكي، يعني هيبقى كويسه قوي. ممكن برضو تجيبي بتوع براشيا اللي هو الكبيره، براشيا بتاع سوما عباس، اسمها اسماء تقريبا. ممكن تدخلوا عليها على الانستجرام، هي اسمها منك باي سوما تقريبا او حاجه زي كده. بتبيع فرش وبتبيع عندها براند فرش وبراند رموش محترمه جدا، وحاجتها راقيه قوي وتحفه قوي، ما بيختلفش عليها اتنين الصراحه. فانت مش عارفه بصراحه سعرها لان انا ما جربتهاش، بس انا جبت الجيسب. جيسب 25 فرشه كانت واقفه عليا تقريبا ب 1400 حاجه زي كده. حلوه جدا طبعا. جيسب فرش محترمه، فرش جميله، 25 فرشه. عندنا فرش الوش، زي ايه فرش الوش هوريها لكم دلوقتي. اي فرشه كبيره بتبقى فرشه بشره، الفرش الصغننه هي اللي بتبقى فرش العين. تعالوا كده نفصص فرشه فرشه مع بعض. الفرشه دي، الفرشه دي اللي هي بيبقى شكلها كده رقمها 110 دي، بصوا عامله ازاي. دي ممكن امشي عليها يعني على خط البرونزر، ممكن اعمل بيها برونزر، ممكن احط بيها بلاشر كريمي. تمام تمام. الفرشه دي اللي هي رقمها، انا هفصص لكم الفرش فرشه فرشه عشان لو حابين تشتروها سنجل عادي ممكن تخشوا على الموقع وتشتروا فرشه سنجل اللي انتوا عايزينها. دي 109. طب ال 109 دي بتبقى عامله ازاي؟ بصوا تحسوها عامله زي المقشه شويه، بصوا تحسوها اللي هي مبططه دي شويه، بصوا بتبقى عامله ازاي من تحت. دي انا بحب امشي عليها قوي على خط البرونزر. بصوا حتى انا بعمل كده تلاقوها بتطلع لون. بحب امشي برضو عليها على خط البرونزر لانها واخده طول كده من هنا شويه. بحب امشي عليها على خط الجبهه وخط الانف، بتبقى حلوه قوي معايا. طب دي بصوا متفرغه من فوق اللي هي رقمها 122. دي ممكن استخدمها في اللوز باودر، امشي بيها اللوز باودر او اعمل بيها كومباكت باودر. تمام.
اللي بتبقى واخده بقى كيرف شويه دي كده، تحسوها اللي هي بتبقى نازله شويه، دي رقمها 103، دي بتاعت الكونتور الكريمي، دي انا بعمل بيها كونتور كريمي. تمام. طب ودي اللي بتبقى عامله زي اللوزه كده بس كبيره شويه، اللي هي رقمها 105، دي انا بحب امشي بيها اللوز باودر اللي بيبقى تحت العين، وساعات بعمل بيها هايلايتر. طب والكبيره دي اللي هي متفرغه كده شويه، دي رقمها 125، دي بحب احط بيها الكومباكت باودر قوي، يعني احطها كده في الكومباكت باودر وامشي بيها اللوز باودر اللي بيبقى على البشره. تمام. طب ودي اللي هي رقمها 106، دي احب احط بيها قوي البلاشر. طب ودي اللي هي المضغوطة، بصوا مضغوطة كده، دي رقمها 104، دي بقى بفاونديشن، دي بحط بيها الفاونديشن اللي تبقى مضغوطة كده وقصيرة في نفسها كده. بصوا، يا رب تكون واضحة معاكم اهي. بصوا بتبقى مضغوطة ازاي، حتى الشعر بتاعها تقيل من هنا، دي فاونديشن. تمام. طب بالنسبة لفرش العيون، العيون دي متاهة، يعني العيون دي متاهة، هي دي خارج الباكج، دي لوحدها، دي مش جيسب، دي دي بتاعت الحواجب، بتبقى من ناحية كده زي ما انتوا شايفين اهو، ومن الناحية التانية فرشة لتصريح الحواجب، ودي فرشة الايلاينر بس مش برجعها، بتاعت جيسب مش برجعها الشعرة بتاعتها بتعرض معاكي اللي هي دي، فمش بتطلع الايلاينر سموزي كده وناعم، فمش بحبها خالص. ممكن تجيبوا بتاعت اسماء عباس احلى، دي برضو خارج الباكج كانت عندي، بحط بيها السيرم، بمشي بيها السيرم على البشرة او الكريم مرطب. فرش العيون بقى دي متاهة لوحدها، يعني الصراحة يعني فرش العين دي حوار، يعني فرش العين دي حوار بجد. بصوا بقى الفرشة اللي بتبقى كده، يا رب التصوير يكون كويس، بصوا مش عارفة اعمل ايه. بصوا الفرشة اللي هي بتبقى كده دي، تحسوها فلات شوية وصغننة، درجتها 237، دي بحب ابف قوي بيها الجليتر. بصوا بحب اعمل بيها الجليتر كده، تبقى حلوة قوي، وبحب ساعات انضف بيها تحت الحاجب. دي اللي بتبقى عاملة زي القلم، اللي هي درجتها 230، بتبقى عاملة زي القلم، بصوا تبقى عاملة زي القلم، دي اللي تحت العين، بعمل بيها تحت العين، او ممكن كمان اعمل بيها تحت الحاجب او كورنر العين من جوه، لان العين نفسها، وده اللي هنشرحه قدام، العين من جوه من عند الانف، طبعا ما ينفعش اروح استخدم لها فرشه قد كده مثلا، يعني ما ينفعش اروح استخدم لها فرشه قد كده، ما انا كده هدخل على المناخير، فما مش هينفع. فكل لما العين بتدخل لجوه، كل لما حجم الفرشه بيصغر. فمثلا ممكن استخدم دي الكورنر للعين من جوه، هتبقى لطيفه قوي. طب دي اللي هي بتبقى كده، بصوا دي درجتها 322، دي بحب اعمل بيها ايلاينر قوي، او امشيها تحت العين برضو. طيب دي اللي بتبقى مبططه كده وفلات، اللي هي درجتها 233، حتى هي مكتوب عليها اهو لو انتوا تشوفوا كريم شيدر، اللي هي لاي حاجه كريمي، حتى الشعر بتاعها بيبقى بلاستيك شويه غير الفرش التانية، او غير الماتيريال بتاعت الفرش التانية. دي بقى الكونسيلر، بصوا الكونسيلر عايزه تمشيها كونتور اللي انت عايزاه. وبرده في زي بتاعت الايلاينر بس واحده تانية اصغر اهي، دي درجتها 317، كنت تعملي بيها ايلاينر لو انت لسه مش بتعرفي تمسكي الفرشه اللي هي الريشه، هتبقى هي حلوه قوي معاكي دي. في برضو منها مقاس اصغر اهو 312، ممكن برضو تمشي معاكي ايلاينر او جوه العين لو انت بتخافي تحطي قلم او مش عارفه، هتبقى حلوه برضو معاكي قوي. دي بقى اللي هي بتبقى عامله زي البف الزغنطوطه دي، بصوا بتبقى عامله ازاي، اللي هي دي 142، دي انا بحبها قوي 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 في توزيع الكونسيلر فوق العين، او الكوريكت تحت العين اللي احنا بنحطه الاورنج،
بتبقى جامده جدا. توزيع الكونسيلر حلو قوي، اللي هي درجتها 142، حلو قوي. تمام. بالنسبه بقى الفرشه اللي عامله زي اللوزه اللي هي رفيعه دي، درجتها 228. دي الفرشه اللي بندمج بيها عند الجفن الثابت، اللي بندمج بيها. دي فرشه دمج. الفرشه اللي عامله زي اللوزه الرفيعه دي بتبقى فرشه دمج اللي احنا بنبلند بيها. طيب واللوزه اللي هي الاتخن منها شويه اللي هي درجتها 221، دي اللي بنعمل بيها الجفن المتحرك. ده هنشرحه برضو قدام. كل دي فرش عين، دي بحبها قوي. الفرشه دي مفضله من عندي. بصوا تحسوها اللي هي مبططه كده. بصوا دي درجتها 226. دي لتحت العين برضو، بحب امشي بيها تحت العين قوي. اكيد هيبقى ناقصني فرش كتير تحت العين، لسه هجيبها قدام شويه. زي ما انا بقولك مش لازم طبعا تجيبي كل حاجتك كلها مره واحده، لان الحاجه بمبلغ، وانت طبعا هتجيبي حاجه في حاجه في حاجه في حاجه، فمش هتجيبي مش هتكتري يعني في الاول. فانت ممكن تستكفي بال 25 فرشه دول زي ما انا قلتلك. لسه طبعا في فرش اصغر في الحجم عايزه اجيبها لتحت العين، ف دي كويسة جدا البالت دي، ومحترمة وبتستحمل معاكي كتير. تمام. نيجي بقى في اللي هو براند براشيا اللي انا بقول لكم عليه. براند محترم جدا جدا جدا. هي على الانستجرام، ممكن تكتبوا، خدوا الاسم سكرين واكتبوه على الانستجرام، وخشوا اطلبوا منها اللي انتوا عايزينه. الاسعار ممكن تسألوها بقى على الاسعار. ده بصوا، استنوا، بصوا ده باف. ده باف ده ممكن تستخدميه في اللوز باودر، في الكومباكت باودر، في التثبيت عموما. ممكن تمسكيه كده في ايدك وانت بتعملي للكلاينت العين عشان ايدك ما تطبعش على البشره. حلو قوي. ده المقاس الكبير، وبيجي معاه المقاس اللي هو اصغر منه اللي بيبقى عامل زي الحجاب ده. ممكن تستخدميه لتحت العين، ولان هو ليه بوزه كده، فهتبقى سهله معاكي انك تخشي في الكورنر بتاع العين. انا بعتذر طبعا على المنظر ضوافري، بس كنت عامله هارد جل في ايدي وشيلته لان ضوافري تعبتني فما استحملتوش، فلسه لازق مش عايز يطلع، فبعتذر على المنظر ضوافري طبعا. وبيجي معاها الشكل ده برضو اللي هو القلب الصغنن ده ممكن برضو تستخدميه لتحت العين لانه صغير. ممكن تستخدميه لتحت العين، او ممكن تحددي بيه تحت الخد كده من ناحية الفك، برضو هيبقى حلو معاكي لانه هو صغير. بيجي برضو معاها الاتنين المقطقطين دول. طبعا لوجي ماسكه الحاجه عادي، صنفوره. بيجي معاها الاتنين دول برضو بفات صغننه كده، دول لتحت العين، او ممكن تستخدميهم فوق العين لتثبيت الكونسيلر. تمام. لازم بقى يكون معاكي ده برضو اللاشز دي من عندها برضو يا بنات، تحفه جدا. بصوا الباكج محترمه ازاي. ده من عندها برضو، من عند سوما، في البراند بتاعها بتاع براشيا. لازم يكون معاكي كذا شكل رمش. لازم يكون معاكي الرمش اللي هو بيبقى قصير من قدام زي ده. بصوا بيبقى قصير من قدام، مش عارفه باين ولا لا، بس هو بيبقى قصير من قدام وطويل من ورا. انا بحب الشكل ده قوي، اللي هو تحسوه متفرغ كده لانه طالع ترندي قوي. لازم يكون معاكي الشكل دول للناس اللي بتبقى عينيها ضيقه، انت بتبقى عايزه تسحبيها لها لفوق. في ناس بتبقى عينيها نعسانه كده، تبقى حابه ان انت تدي للعين جراءه تسحبيها لفوق، فدول بتستخدمي لهم الفرش اللي هي بتبقى قصيره من قدام وطويله من ورا، بحيث ان هي تسحب العين. تمام. وده اللي هو الكثيف شويه، ده كله سوا واحد اهو. ده كثيف شويه، ده للعرايس، ده عرايسي قوي اللي بيبقى كثيف قوي كده، ده بيبقى عرايس. وعندي التحفه ده اللي هو الطويل من النص ومتفرغ، رهيب. وكمان اللي هو ده زيه بس تحسوه كثيف شويه عنه. هما كلهم مش شبه بعض على فكره، هما فيهم اختلاف. ده بصوا حتى مختلف عن ده اهو.
فانت لازم يكون معاكي 3 اشكال رموش على الاقل. انت ما تضمنيش اللي جايلك دي عينيها نعسانه، طب عينيها جحظه، طب عينيها يعني شكلها ايه، ضيقه. في ناس تبقى عينيها عامله زي الصينيين، دول بيبقوا محتاجين رموش اللي هي تبقى رموش الصغيره، ما ينفعش استخدم لهم رموش طويله. يعني ما ينفعش واحده تجيلي عينيها اللي هي ضيقه قوي واستخدم لها رموش زي دي هتطلع على حواجبها كده. ده هنشرحه بعدين برضو. فدي يعني نص الحاجة. لو انت لسه برضو بنكمل الفيديو اللي فات، بعتذر لو انا اتأخرت. عايزاكم بس تشجعوني، تضغطوا لايك وتعملوا سبسكرايب للقناة او اشتراك عشان لما انزل فيديوهات توصل لكم وتشوفوها. عايزاكم كمان تكتبوا لي رأيكم في الكومنتس تحت. هو لسه مفيش او مشتركين عندي، بس ان شاء الله مع بعض هنكبر. ناوية كمان ان شاء الله بإذن الله ان انا اعمل كورسات ميك اب على اليوتيوب، اجيب موديل ونعمل عليها كورسات كأننا في الحقيقة بالظبط وحاضرين في القاعة وبنعمل كورس للبنات اللي ما عندهاش فرصة ان هي تروح وتدفع مبلغ كبير. اقل كورس محترم دلوقتي بال4000 جنيه. كورس محترم. فيه كورسات طبعا اسعارها قليلة، بس طبعا مش هتقدم لك نفس الكفاءة والمعلومة بتاعت الكورسات اللي يعني الاعلى منها. فانا ناويه ان شاء الله ان انا اعمل كورسات ميك اب. يا ريت تشجعوني وتكتبوا لي في الكومنتات لو انتم موافقين، ونجيب موديل ونشتغل عليها واشرح لكم كل حاجه بالتفصيل كانكم حاضرين معايا ونستفاد من بعض. الفيديو النهارده هو فيديو للمامي اللي مش تشتغل ميك اب ارتست، او اي بنوته لسه بتحاول ان هي تشوف في المجال دون، او يعني تستكشف حاجات او حاجات على البراندات كمان. الفيديو الجاي ان شاء الله يكون فيديو سنفوره بقى للسنافر الصغننين ان شاء الله باذن الله. يا رب تشجعوني وتدعموني، هفرح جدا جدا. واشوفكم على خير ان شاء الله. الفيديو الجاي هنشوف مع بعض حاجات تانية. احنا الاول بس هنتعرف على المنتجات، وبعد كده زي ما انا قلت لكم ناويه ان شاء الله ان انا اشرح لكم المنتجات دي على بشره موديل باذن الله ان شاء الله. انا نورهان ميك اب ارتست. ممكن تدخلوا تعملوا فولو على الانستجرام عندي او على الفيسبوك نورهان سليم ميك اب ارتست. هفرح جدا واشوفكم على خير.